السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل بقى ان شاء الله. احنا طبعا كنا خلصنا الكورس الرياضي من كورس تأسيس مادة الفيزياء. ان شاء الله ناخد بقى النهارده الكورس الفيزيائي بقى، اللي هي مواضيع الفيزياء المتعلقة بالاجزاء اللي احنا درسناها قبل كده. طيب، اول جزئية يا شباب معانا وهي كميات الفيزياء. كميات الفيزياء ايه؟ بص يا سيدي، حاجات كتير جدا حوالينا هي كميات فيزيائية، زي مثلا ايه؟ زي السرعة والقوة والضغط والكتلة والزمن ودرجة الحرارة، كل دي كميات فيزيائية. يبقى انت عندك دلوقتي كميات فيزيائية. اول حاجة امثلة عندك زي السرعة، طبعا رمزها V، وعندك العجلة رمزها A، وعندك كمان مثلا الازاحة او المسافة. الازاحة دي والمسافة برضو، يعني الازاحة حاجة والمسافة حاجة، في فرق ما بينهم طبعا. وعندك كمان رقم 4 نقول مثلا الشغل المبذول رمزه W، وعندك القوة المؤثرة رمزها F فورس، وعندك مثلا الزمن. طيب، كل دي كميات فيزيائية خلاص، وفي غيرها كتير يعني. طيب، أنواع الكميات بقى، كميات الفيزياء يا شباب تنقسم إلى إيه؟ قال لك تنقسم إلى نوعين مشهورين جدا. أول نوع كميات فيزيائية أساسية، وكميات فيزيائية مشتقة. تمام كده؟ طبعا لها تقسيمة تانية، كميات الفيزياء لها تقسيمة تانية، بس خلينا نركز في التقسيمة دي دلوقتي. أول تقسيمة الكميات الفيزيائية الأساسية والكميات الفيزيائية المشتقة. تعال أول نتكلم عن الكميات الفيزيائية الأساسية. الكميات الأساسية يا سيدي قال لك هم 7، ونضاف لهم 2 في الآخر فبقوا كام؟ 9 مع بعض. بالراحة كده بقى، بص، هم 9 كميات. كل كمية عايزين نعرفها اسمها بالعربي ورمزها بالإنجليزي طبعا، ووحدة قياسها ورمز وحدة القياس. يبقى مع بعض بالراحة كده. الكميات الأساسية أشهر 3: الطول والكتلة والزمن. طول الكتلة والإيه؟ والزمن. الطول طبعا رمزه L، تمام. الكتلة ماس رمزها M، الزمن طيب رمزه T. تعال بقى نشوف الوحدة اللي بتقاس بها الكميات دي. يعني مثلا الطول ده يقاس بالإيه؟ طبعا يقاس بالمتر، خلاص. 5 متر، 10 متر، دي الوحدة الدولية، رمز المتر طبعا M. طيب، الكتلة تقاس بالإيه؟ طبعا تقاس بالكيلوجرام، ماشي حضرات، رمز الكيلوجرام KG. طيب، الزمن طبعا يقاس بالثانية، مش بالساعة، لا الثانية، رمز الثانية S، اختصار سكند. طيب، بعد كده عندك شدتين: شدة التيار وشدة الاستضاءة. شدة التيار رمزه I، وشدة الاستضاءة رمزها IV، تمام. بعد كده عندك كمية المادة ودرجة الحرارة، ماشي حضرات. كمية المادة رمزها N، درجة الحرارة رمزها ايه؟ تمبريتشر رمزها T. طيب، يلا نشوف برضو الوحدات بتاعت الكميات دي. شدة التيار طبعا تقاس بالأمبير. طول المنهج بقى نتكلم عن شدة التيار وازاي نحسبه والقصة دي كلها. طيب، شدة الاستضاءة تقاس بوحدة اسمها كانديلا. طيب، كمية المادة تقاس بوحدة اسمها المول، تمام. درجة الحرارة طبعا تقاس بالكلفن. الحرارة لها 3 وحدات، الوحدة الدولية طبعا هي مين؟ الكلفن. لها 3 وحدات: السيليزيوس والكلفن والفهرنهايت، بس الوحدة الدولية هي مين؟ هي الكلفن. طيب، بعد كده يا شباب ضفنا احنا كميتين. مين بقى دول؟ زاويتين: الزاوية المسطحة والزاوية المجسمة. يبقى أول زاوية الزاوية المسطحة أو المستوية، تمام، ودي تقاس بالراديان. والزاوية المجسمة
ودي تقاس باستراديان. ماشي حضرات. طبعا الفرق بينهم الزاوية المسطحة، لو انا مثلا رسمت لك خطين كده، الزاوية اللي بينهم الثيتا دي زاوية مسطحة تمام. لكن الزاوية المجسمة بقى لو انا رسمت لك مثلا حاجة زي قرطاس كده، خلاص ورقة كده، الزاوية اللي جوه بقى دي كده زاوية ايه مجسمة. الزاوية المسطحة تقاس بالايه؟ قلناها بالراديان. طب ما في وحدة تانية للزوايا هي الديجري، درجة، 50 درجة 30 درجة، مش دي وحدة قياس الزاوية؟ امال ايه الراديان بقى؟ بص يا سيدي، الفرق ما بينهم انت عندك قياس الزوايا ليه طريقتين، قياس دائري وقياس ايه ستيني. يبقى انت عندك دلوقتي هنتكلم في معلومة اسمها قياس الزوايا. اتنين، هو قياس دائري وقياس ستيني. خلاص. القياس الدائري ده بالراديان، راديان. القياس الستيني بالديجري، درجة يعني. ماشي. طيب ازاي نحول من ده لده؟ بص، لو انت عندك الزاوية بالقياس الدائري بالراديان بتساوي الزاوية بالستيني بالديجري، خلاص، واضربها في باي على 180. تاني كده، انا معايا زاوية بالديجري بالقياس الستيني 30 درجة مثلا، عاوز احولها لدائري. 30 درجة كام دائري؟ هتضربها في باي في طه على 180. باي على 180، باي طبعا هنا 22 على 7 تمام. الباي هنا يا حضرات ب 22 على مين؟ على 7. طب لو انا عايز احول العكس بقى، لو انا معايا زاوية بالراديان، خلاص، وانا عايز احولها للديجري، امسك الراديان اضربها في 180 على باي، تطلع لك الزاوية بالديجري. خلاص يا حضرات. ممكن مثلا ندي مثال، انا عندي زاوية 60 درجة عايز احولها للدائري، نقول سيتا بالقياس الدائري اللي هو الراديان هتساوي، امسك ال60 درجة، خلاص كده، اضربها في كام؟ في باي على 180 ونشوف بقى الناتج كام. خلاص. طيب الجزئية اللي بعد كده يا شباب وهي النوع الثاني بقى، احنا قلنا كده ايه الكميات الفيزيائية اللي نراجعهم مع بعض تاني. الكميات الفيزيائية الأساسية، الطول والكتلة والزمن، دول أشهر ثلاثة. بعد كده شدتين، شدة التيار وشدة الاصطدام. بعد كده كمية المادة ودرجة الحرارة. بعد كده ضفنا زاويتين، الزاوية المسطحة والزاوية الايه المجسمة، عرفنا الفرق بينهم. وعرفنا برضه الفرق بين قياس الزوايا الدائري والستيني، الدائري بالراديان، الستيني بالديجري. طيب دي كده الكميات الفيزيائية الأساسية. النوع الثاني بقى كميات الفيزيائية المشتقة. أي كمية غير التسعة دول كمية مشتقة على طول. أي كمية فيزيائية أهو، أي كمية فيزيائية خلاص غير التسعة الأساسيين تعتبر كمية مشتقة على طول. تمام كده؟ طيب زي مين كده؟ بص يا سيدي، زي السرعة مثلا. هي السرعة دي بتساوي ايه؟ الإزاحة على الزمن. الإزاحة على مين؟ على الزمن. خلاص؟ السرعة دي رمزها في، بتساوي الإزاحة اللي رمزها دي على الزمن اللي هو رمزه ايه؟ تي. طيب السرعة مشتقة، طب اشتقت من مين؟ أكيد الكميات المشتقة كلها اشتقت من الكميات الأساسية. ما هو الإزاحة دي كمية أساسية. خلاص؟ واحد يقول لك يا أستاذ هي مش موجودة من ضمن التسعة. ما هي، ما هو الطول ده إيه؟ كمية أساسية، والإزاحة دي إيه؟ عبارة عن طول. خد بالك الإزاحة والمسافة ونص القطر والقطر، أي كمية، والطول والعرض والارتفاع، عموما أي كمية تقاس بالمتر دي تعتبر طول، يعني كمية أساسية على طول، كمية إيه؟ أساسية. إذا الإزاحة دي كمية أساسية، والزمن برضو طبعا من أشهر الكميات الأساسية، برضو كمية أساسية. إذا السرعة كده مشتقة من الإزاحة والزمن، يعني مشتقة من الكميات الأساسية. طيب مثال تاني، القوة مثلا.
هي مش القوة دي بتساوي الكتلة في العجلة؟ صح ولا ايه؟ الكتلة في مين؟ في العجلة. القوة اللي هي اف، الكتلة اللي هي ماس ام، في العجلة اللي هي ايه؟ طيب الكتلة كمية أساسية صح؟ تقاس بالكيلوجرام. طب والعجلة السرعة على زمن، السرعة بالمتر على الثانية على الزمن، يعني على الثانية تبقى على الثانية تربيع. طب ما المتر ده أساسي والثانية بيقيس الطول أساسي والكتلة كيلوجرام أساسي، يبقى كده القوة مشتقة من 3 كميات أساسية: قوة وطول وزمن. قوة وطول وإيه وزمن. ماشي يا شباب؟ طيب تالت عنوان معانا بقى التقسيمة التانية للكميات الفيزياء. احنا قلنا لها تقسيمتين، التقسيمة الأولى كميات أساسية ومشتقة، التقسيمة التانية بقى كميات قياسية ومتجهة. يبقى النوع الأولاني كميات قياسية، ماشي، والنوع التاني كميات ايه يا ولادها؟ متجهة. طيب ايه الفرق بينهم؟ يا سيدي بكل بساطة القياسية دي هي الكميات التي لها مقدار فقط وليس لها اتجاه، وليس لها اتجاه. طيب لو لها اتجاه تبقى متجهة بقى. يبقى الكميات المتجهة لها مقدار ولها اتجاه، لها مقدار ولها ايه؟ ولها اتجاه. خلاص؟ طيب أمثلة يا أستاذ. الكميات القياسية اللي لها مقدار فقط وملاش اتجاه نقدر نقول زي مثلا الكتلة. ينفع تقول انت كتلتك مثلا 70 كيلو شرقا او 70 كيلو غربا؟ لا، ملاش اتجاه. يبقى الكتلة كمية ايه؟ قياسية. نقدر نقول برضو الزمن، ما ينفعش اقول الساعة 7 مثلا شمالا، ما ينفعش. خلاص؟ وبرضو درجة الحرارة دي كلها كميات ايه؟ ملاش اتجاه، يبقى كميات قياسية. طيب اللي لا اتجاه بقى زي السرعة. خلاص؟ انت مثلا لو انت مسافر اسكندريه بسرعه مثلا 100 كيلو متر في الساعه، وانت ماشي حد سالك انت ماشي بسرعه كام، عشان تعبر عن السرعه تعبير كامل ووافي لازم تذكر المقدار والاتجاه. يعني ما ينفعش تقول انا ماشي بسرعه 100 كيلو متر بس في الساعه، لا، لازم تقول اتجاه الاسكندريه او شمال مصر. كده انت حددت الاتجاه، كده انت ايه؟ تكلمت عن السرعه او عرفت السرعه معرفه كامله، وعرفت لها الاتجاه والايه والمقدار، مش المقدار بس. طيب يبقى انت عندك السرعه والعجله برضه نفس الكلام، ماشي. والقوه برضه كميه متجهه. لما تقول لي احنا اثرنا على الجسم بقوه 50 نيوتن، طب انت اثرت بقوه 50 نيوتن اتجاه مين؟ يمينا يسارا لاعلى لاسفل، لازم تحدد الايه؟ الاتجاه. وبرضه من ضمن الكميات المتجهه برضه الازاحه. الايه؟ الازاحه. يبقى مثلا قاعد جنبك واحد زميلك كنت بتقول له ايه؟ انزاح يمين شويه، او انزاح يمين ديت انت كده حددت المقدار. انزاح مثلا شويه يمين، شويه كده ايه؟ ده المقدار. يمين كده حددت له الاتجاه. يبقى كده الازاحه ولها كميه ايه؟ برضه ايه؟ متجهه، لها مقدار واتجاه. طيب احنا ممكن ناخد مثال تفصيلي كده عن القوه. مثلا القوه بتساوي ايه؟ الاف بتساوي كتله في العجله. خلاص؟ القوه بتساوي الكتله في العجله، يبقى اف ديت القوه، الام دي الكتله، والايه؟ العجله. طيب القوة يا شباب معروف ان دي كمية ايه؟ متجهة. خلاص؟ طيب الكتلة كمية طبعا قياسية، ان الكتلة ملهاش اتجاه. العجلة كمية ايه؟ متجهة برضو، العجلة لها اتجاه زي السرعة كده. خلاص؟ واحد ماشي مثلا بعجلة كذا متر على 2 متر على الثانية تربيع، 5 متر على الثانية تربيع، ديت لازم تحدد الاتجاه بتاعها. تمام؟ طيب خد بالك احنا ضربنا كمية قياسية في كمية متجهة وادانا كمية ايه؟ متجهة. تعال اديك القاعدة بتاعتها كده. بص يا سيدي، بسم الله. أول حاجة لو احنا ضربنا كمية قياسية في قياسية، خلاص، الناتج يطلع ايه؟ الناتج يطلع كمية قياسية. خلاص كده؟ طيب لو ضربنا كمية قياسية في متجهة، الناتج يطلع ايه؟ يطلع كمية متجهة.
طيب لو احنا قسمنا كمية قياسية على متجه، ها الناتج يطلع ايه؟ يطلع كمية متجه برضه. ركز. طيب الرابعة بقى، لو احنا ضربنا متجه في متجه، الناتج ايه؟ ها يا ترى قياسي ولا متجه؟ قياسي في قياسي يدينا قياسي، قياسي في متجه يدينا متجه، قياسي على متجه يدينا متجه، متجه في متجه. حاجة من اتنين، ممكن الناتج يبقى كمية متجهة وممكن يبقى كمية قياسية. امتى يبقى كمية متجهة؟ لو كان ضرب اتجاهي باستخدام ساين الزاوية اللي بين المتجهين. طب امتى الكمية الناتجة تبقى كمية قياسية؟ ايوه لو كان الضرب اسمه ضرب قياسي باستخدام كوزين الزاوية اللي بين المتجهين. ماشي حضرات؟ الموضوع شبه لما كنا بنقول ايه؟ موجب في موجب بموجب. طب سالب في سالب برضه بموجب. خدت بالك انت ازاي؟ طب موجب في سالب او سالب في موجب دايما سالب. فالمتجه هنا كانها هي الكميه السالبه، والقياسيه كانها هي الكميه الموجبه. يبقى موجب في موجب يديك موجب، قياسي موجب. طب موجب في سالب يديك سالب. طب موجب على سالب او سالب يديك ايه؟ سالب برضه، صح كده؟ طب سالب في سالب المفترض كان يديك موجب، صح؟ لا، هنا بقى احتماليه، يا موجب يا قياسي يا متجه. خلاص حضرات؟ على حسب نوع الضرب. فعندنا ضربين، ضرب ايه؟ اتجاه وضرب ايه؟ قياسي. طيب رابع حاجه معانا بقى محصله الكميات المتجهه. محصله الكميات المتجهه 3 حالات. بص كده، اول حاجه لو كان المتجهين دول في نفس الاتجاه، يا ترى هنعمل ايه؟ الحاله الثانيه ان المتجهين ممكن يبقوا في اتجاه متضادين او في عكس الاتجاه. الحالة الثالثة إن المتجهين يبقوا متعامدتان. تمام؟ طيب في نفس الاتجاه، تعال كده عندنا مثلا وليكن جسم أهو. خلاص كده حضرات؟ الجسم ده مثلا إحنا أثرنا عليه بمتجه بقوتين، والقوة كمان متجه. القوة الأولى مثلا 3 نيوتن، والقوة الثانية مثلا أكبر شوية 4 نيوتن. الاتنين خد بالك في نفس الاتجاه يمين الصفحة. خلاص؟ يلا انا عاوز المحصله الاف توتال، ها هتساوي ايه؟ قال لك الاف توتال هتساوي جمعهم. هتساوي ايه جمعهم؟ يبقى كده اف توتال بتساوي اف 1 القوه الاولى يعني زائد اف 2 القوه الثانيه، يبقى كده بتساوي 3 زائد 4، يبقى كده المحصله بتساوي كام يا اولاد؟ 5 نيوتن. ده يا سيدي القوه الكليه. طب اتجاه المحصله في نفس اتجاه المتجهين، يعني المتجهين يمين الصفحه او يمين السبوره، برضو القوه المحصله اتجاهها يكون في نفس اتجاه المتجهين، ويكون اتجاه المحصلة في نفس اتجاه المتجهين، في نفس اتجاه القوتين يعني. طيب تعالى هنا كده، لو كان القوتين بقى في اتجاه المتعاكسين، يعني مثلا ده الجسم احنا أثرنا عليه من هنا كده بقوة 3 نيوتن، دي القوة الأولى اف 1، وأثرنا عليه بقوة في الاتجاه المعاكس ب 4 نيوتن مثلا. يلا يا أولاد عايزين نحسب الاف توتال المحصلة. هتساوي طرحهم اف 1 ناقص اف 2، الكبير ناقص الصغير 4 ناقص 3، كده هتساوي كام؟ 1 نيوتن. طيب اتجاه المحصلة قال لك في اتجاه المتجه الأكبر، في اتجاه القوة الكبيرة، يعني القوة الكبيرة 4 اتجاه يمين الصفحة، يبقى المحصلة برضه يمين الصفحة. يبقى كده الاتجاه ويكون اتجاه المحصلة في نفس اتجاه المتجه الأكبر. كلام واضح؟ ماشي؟ هنا اتجاه المحصلة في نفس اتجاه المتجهين، هنا اتجاه المحصلة في نفس اتجاه المتجه الأكبر. طيب الحالة الثالثة بقى حضرات، لو القوتين أو المتجهين متعامدتين، يعني مثلا ده الجسم هنأثر عليه من هنا كده
بقوة 3 نيوتن قوة أفقية، ومن هنا كده بقوة رأسية مثلا برضو 4 نيوتن. هنا المحصلة بقى هتبقى ايه؟ في النص ما بينهم كده، طبعا من ناحية ال 24 عشان ال 4 الكبيرة، ولما تيجي تحسبها هتبقى 5 نيوتن. طب جبناها ازاي؟ قال لك المحصلة هتساوي فيثاغورس. يبقى هنا جمع، لو كانوا في نفس الاتجاه جمع، لو كانوا في عكس الاتجاه بنطرح. لو متعامدين بنستخدم فيثاغورس. جذر الأول تربيع 3 تربيع زائد الثاني تربيع 4 تربيع تطلع ب5 على طول، لأن جذر 3 تربيع 9، 4 تربيع 16، 9 زائد 16 25، جذر 25 ب5. يبقى كده المحصلة ب5 نيوتن. طب اتجاه المحصلة، عشان تجيب بقى هنا اتجاه المحصلة بتجيب الزاوية اللي بين المحصلة والقوة الأفقية، الزاوية سيتا ده. خلاص قلت كده اهو. وتميل المحصلة على الأفقي، على المحور الأفقي بزاوية، تحسبها ازاي بقى؟ سيتا بتساوي شيفت تان مين بقى؟ الرأسي على الأفقي، يعني شيفت تان 4 على 3، وزي ما تطلع بقى كذا درجة. ماشي حضرات؟ احسبها براحتك بقى. طيب يبقى إذا محصلة الكميات المتجهة 3 حالات اهو. أول حالة لو كان المتجهين في نفس الاتجاه، وفي نفس الاتجاه يا ولاد يعني الزاوية بينهم بصفر. الزاوية بين المتجهين بكام؟ الزاوية بينهما بصفر، اتنين في نفس الاتجاه. طب في عكس الاتجاه الزاوية بينهم 180، سيتا بينهما ب 180 درجة. طب لو المتجهين متعامدين يبقى الزاوية بينهم كام؟ 90 درجة. بين المتجهين، ما بقولش بين المحصلة والأفق، بقول بين المتجهين، بين الرأسي والأفقي 90 درجة، اسمهم متعامدين اهم. يبقى سيتا بينهما هنا بكام؟ ب90 درجة. يبقى كده أخيرا يلا، لو المتجهين في نفس الاتجاه المحصلة جمع، المتجهين في عكس الاتجاه المحصلة طرح، المتجهين متعامدين المحصلة ايه؟ فيثاغورس. جذر الأول تربيع زائد الثاني تربيع بنسميه اختصارا جذر مجموع مربعي.